اظن خلاص يعني انا يعني بقالي كتير قوي مش عارف. انا مبحبش البس كابات، فيعني خلاص بقى امر واقع. خلاص ده شعر دلوقتي، استنيت عليه يطول مش راضي يطول، فخلاص بقى امر واقع. السلام عليكم عزيزي المشاهد، ومرة أخرى عدنا إليكم من جديد. معكم عبد الرحمن بعد التربية العسكرية. أيوة أنا ما خدتهاش أونلاين، بس يعني خلاص نتجاوز الموضوع ده بسرعة. حابب أشكركم وأشكرك عزيزي المشاهد المشترك في القناة أو حتى اللي بيتفرج عليها عامة، بس شكر خاص لكل زمايلي اللي معايا في الكلية. شكرا لكل الناس اللي كانت بتبعت لي على طول بعد كل فيديو بنزله، بعد كل صورة بنزلها بتدعمني سواء بلايك او بكومنت او حتى برسالة، او حتى لما بنشوف بعض في الكلية بيقولوا لي ان الفيديوهات حلوة، ان الفيديو كذا عجبه. نخش بقى في موضوع الفيديو بتاعنا الاساسي لهذا اليوم او الشهر او الاسبوع ايا ما كان بقى هنتفرج عليه امتى. بس بالمناسبه انا بسجل الفيديو ده دلوقتي بعد 10 شهور تقريبا من اخر فيديو صورته، والجو حر بطريقه فظيعه. والمشكله ان الحر في مصر لا يقارن بالحر في سلطنه عمان. الحر في عمان زي ما كنت قايل قبل كده فيه رطوبه عاليه قوي قوي، فيعني الله المستعان. بصراحه مش عايز اتكلم كتير، عايز بس اقول لك يعني استمتع بالفيديوهات الجايه عشان هتعجبك. وبس كده، يعني فاضل تقريبا 3 ساعات ونفس الزنقه بتاعك كل مره، ونفس الزنقه بتاعك كل سفريه انا فيها دلوقتي. فاضل تقريبا 3 ساعات والعربيه اللي هتودينا المطار تيجي، فلازم نتحرك ونوضب الشنطه بسرعه. يلا بينا. خلاص خلصنا الوزن، الاجراءات الروتينيه دي. المطار فاضي، هص هادي، مفيهوش اي يعني حس خالص. دلوقتي ايه بقى؟ بص هنملى الورقه دي، انا رقم 100. هنملى الورقه دي اللي انا يعني شوف سافرنا كام مره، شفت الوان كتير ولحد دلوقتي ما اعرفش لازمتها ايه، بس المهم ان احنا هنملاها يعني. بس اخلص يلا بالقلم الازرق عشان مش هكتب انا بالاسود، يا اما اكتبي انت بالاسود. لا طب اكتبي، طب خلاص انت، انا حجر ورقه مقص. خلص الازرق. وهنا احنا عزيزي المشاهد قاعدين في مطار القاهرة. يعني المرة اللي فاتت كنا بنبحث عن محتوى، المرة دي يعتبر وحيدين في مطار القاهرة. يعني بص الدنيا فاضية، يعني المكاتب ما فيهاش تقريبا. يعني اقول مثلا كان قدامنا 18 مكتب، مفيش غير المكتبين بس اللي شغالين، وفي ظباط تحت في كل حتة بصراحة. فأكيد ما طلعتش الكاميرا غير دلوقتي، وبطلع بقلب جامد وبتكلم. أتمنى الفوكس مظبوط أصلا. يلا على الطيارة، يلا على الطيارة. اهلا بيك في الطيارة، لبنك معاك وربط حزامك عشان تعيش معايا التجربة كاملة. وزي ما انت شايف اخيرا قعدت جنب الشباك بعد محاولة فاشلة السفرية اللي فاتت. بس في حاجة كانت مضايقاني بصراحة، خدت بالي منها بعد ما ربطت الحزام على طول. يا ربي على دي الاماكن، دي حاسسها اصغر طيارة. طيارة لعبة يعني. انا شوية هخش في قفل اللي قدامي
بص صح يعني انا كده، دي المسافه اللي ما بيني وما بين الكاميرا، انا ساند اهو، دي المسافه. شايف انا داخل في شخصيتك ازاي انت كمان. مش عارف ايه ده بصراحه، يعني عزائي الوحيد ان انا اخيرا قعدت جنب الشباك. اخيرا بص انا الشباك هو اي نعم هو مش هنا، بس قال هو هنا بصراحه. يعني نعرف نصور حتى السما ونصور كام حاجه سواء بالتليفون ولا بالكاميرا، بس يعني دي اهم حاجه. حضرات المسافرين الأعزاء، مرحبا بكم على متن الطيران العماني. الخط بتاع رحلتنا زي ما هو واضح من القاهرة إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان بكل بساطة. الدنيا كانت ليل والإضاءات شكلها حلو من الارتفاع ده، فقلت أوريك يعني. ضلمة بقى خلاص، مفيش حاجة باينة خالص، يعني أنا باصص مفيش حاجة باينة خالص. السحاب ندور بقى نشوف نتفرج على ارتفاع 4800 متر تقريبا. وشوف انت بقى دول عاملين كام قدم. بدأنا ندور هنتفرج على فيلم ايه يسلينا في رحلتنا اللي هتبقى 4 ساعات تقريبا. وبعد ما دورت كتير ما لقيتش ممثل أثق فيه أكتر من توم هانكس، فاخترت فيلمه A Man Called Otto، يا رب أكون قلت الاسم صح. وبدأنا نتفرج على الفيلم. بعد حوالي ساعة تقريبا وصل الأكل، أو خلينا نقول الفطار. فطارنا كان عبارة عن قالب الزبدة المعتاد، مربى أناناس وكرواسون والشوكة والسكينة واخواتهم يعني. وكان في زبادي توت وعينة فاكهة كده، شايف العنبة، واخترت عصير تفاح. ونيجي بقى للمهم وهو البان كيك، أو خلينا نقول البان كيك اللي فضلته على البيض والنقانق أو الهوت دوج يعني. وحاسس إن المنظر مبشر بالخير. كان في حوالي 3 صغيرين شوية بس مش مشكلة، بين العسل على اليمين ومربى التوت. شكلهم كيوت وريحتهم حلوة بصراحة، ريحتهم حلوة جدا أول ما فتحت. الحمد لله يا رب، الأكل كان كويس وكانت تجربة حلوة. ويلا بينا نكمل الفيلم. كانت الشمس بدأت تشرق والمنظر بدأ يبقى أجمل، فقلت أصور لك ربع ساعة كده هسيبك تستمتع بيها، بس ما تقلقش سرعتها لك 1500 مرة. خلص الفيلم، أنصحك جدا تتفرج عليه. أنا كده انفوك أرجوك انفوكس، مش باين كده انفوكس. هنشوف الشغل بالشباك. يعني منظر رهيب سبحان الله، وشكل ما يتوصفش. قلت ما ينفعش افوته من غير ما اصوره. وهنا خلاص كنا قربنا نوصل زي ما انت شايف. الكاميرا فصلت مني للأسف. وصلنا المطار وعملنا لمينا الشنط والحركات دي يعني خلاص.
يعني حاجات مملة يعني متستاهلش انها تتصور. شنط جاهزة اهي، شنطتي في القمة. شاور 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 ابن الفيديو ده هيتباع. شاور. هي وصلنا وصلنا. هي يا رب. عايز انام يعني عايز انام خالص بقى. انا لسعت خلاص. اخبارك يا ابو؟ عامل ايه؟ هنجرب اهو من التكييف. الله اكبر الله اكبر. النضاره شبرت، انا دلوقتي مش شايف. الحقوني. الله على الرطوبه. رطوبه ايه بقى يعني؟ بص شايف النضاره؟ رطوبه فل رطوبه. يا نهار بص اهو ابتديت اهو. رطوبه. دخلنا في التكييف التاني اهو. شايف بس تغييرات الاجواء؟ شايف مطارات عمان؟ شايف بس حلو والله على فكره، لذيذه. يا رب. بندفع رسوم الباركينج. طلعنا اخيرا من مطار مسقط والشوارع كانت رايقه وفاضيه. خلونا بقى نتحرك من مسقط للسيب، ودي حاجه انا شخصيا ما كنتش عامل حسابها، لكن بابا حب ان هو يحط التاتش بتاعه ويغير خطه اليوم تماما. عدنا إلى شاطئ السيب عزيزي المشاهد، حيث الذكريات الجميلة والصور الأجمل اللي احنا كنا خدناها في هذا المكان. شاطئ السيب من جديد. يعني تختلف الأيام والرطوبة هي والحر هو والواحد يعني هيفطس، بس في نسمة هوا برضه. بعد ما قضينا وقت حلو صورنا كام صورة، هتلاقي كل حاجة على الانستجرام طبعا. رحنا فطرنا شاورما. ايوه زي ما سمعت، لقينا مطعم فاتح فقلنا ليه لا. طبعا كانت رهيبة فوق اي تقييم. ودلوقتي اخيرا جاي وقت اني ارتاح وانام لاني مطبق. تصبح على خير. اهلا بك عزيزي المشاهد في يعني الاوتيل اللي خلاص تقريبا بابا شاري الاسهم بتاعته، لان انا مش شايف سبب مقنع هنيجي غير كده. يعني رجعنا للفندق اللي احنا خلاص بقينا عشرة عمر معاه، تقريبا صورنا 3 أو 4 فيديوهات فيه، او ده يبقى الرابع. فيعني خلاص بقينا اصحاب مكان. يعني الكاميرا كانت فصلت عشان كنت صورت كل دقيقة كانت قدامي الشباك. بص انا كنت قدام الشباك عامل كده. اللاب هيفصل. لا المطار للاسف انا توقعت ان هو يعني الطيران العماني كان تعاقد مع تشيلسي في عقد رعايه رسمي، ما اعرفش كام موسم بصراحه، بس توقعت ان هيبقى في اي حاجه في المطار. ما لقيتش اي حاجه في المطار بصراحه. اتمنى انت تكون انبسطت بالفيديو عزيزي المشاهد. يلا عشان يعني مستنيني. ماشي شكرا. البتاع فصل تاني. يلا سلام.